أهلا أهلا بيكم، يومكم جميل. سمعت منكم أكتر الجمل اللي انتوا بتسمعوها من الناس اللي حواليكم عن الأم. النهاردة هنبص للجمل اللي بنسمعها من مجتمعنا بس بمنظور مختلف شوية. كتير مننا سمع جمل زي الأم شمعة بتحترق من أجل الآخرين، وكأن قيمتك من بعد ما بقيتي أم بقت مرتبطة بأننا نخلص وننطفي عشان غيرنا هو اللي يعيش. بس الحقيقة ان البيت اللي فيه شمعة انطفت بيبقى ضلمة ووحش. احنا مش عايزينك تتحرقي، احنا عايزينك تكوني شمس بتنور للبيت كله. الشمس بتنور لكل اللي حواليها، بس هي في الأصل ثابتة وقوية، مليانة طاقة وحرارة. لو الشمس فقدت طاقتها المدار كله هيختل. انتي كمان كده لما بتحترمي احتياجاتك البسيطة من نوم أكل راحة، انتي مش بتكوني أنانية، انتي هنا بتشحني طاقتك عشان تقدري تنوري لولادك وتدفيهم بحنيتك. الأمومة عطاء، وعشان تدي لازم تكوني مليانة بجد من جوه مش فاضية. واحدة من أعظم الهدايا اللي بتقدميها لولادك هي انك توريهم انك انسانة بتحترم نفسها. لما بيشوفوكي بتهتمي بصحتك وبتقولي انا محتاجة ارتاح شوية عشان اقدر اكمل معاكم، انتي هنا بتعلميهم من غير كلام ازاي هما كمان يحترموا احتياجاتهم لما يكبروا. احنا بنعلمهم بالحال اللي احنا عليه دلوقتي، مش بس بكلامنا. لما بتكوني متصالحة مع احتياجاتك بتقدم لهم نسخة هادية ومطمنة من الأم، نسخة قادرة تسمع وتستوعب لأنها مش مضغوطة ومنفجرة طول الوقت. الأمومة مش معناها ان انتي تنسي طريق الراحة، الأمومة معناها انك بتديري طاقتك بذكاء. اسمحي لنفسك النهاردة تشوفي ان راحتك هي استثمار في صحة ولادك النفسية. لما تكوني شبعانة نوم ومرتاحة ضحكتك بتبقى بجد حقيقية، وصبرك بيبقى أطول. وده بالظبط اللي ولادنا محتاجينه مننا، محتاجين نور مش ضلمة. التمرين اللي احنا هنعمله النهاردة هو تمرين بسيط، هنحاول ان احنا نرجع بيه القوة الداخلية بتاعتنا. عايزة كل أم فيكم بتسمعني دلوقتي تكرر اللي أنا هقوله وتكتبه عشان تكرروا على مدار اليوم بتاعها. هتقولي كده ورايا: أنا عاوزة ومحتاجة وقررت إن أنا أعيش أمومتي بلطف وخفة. هتقولي كمان: أنا عاوزة ومحتاجة وقررت إن أنا أدي لنفس وقت لراحتي عشان أقدر أنور لبيتي. قولي كمان مرة: أنا عاوزة ومحتاجة وقررت إن أنا أحترم احتياجاتي كإنسانة زي ما بحترم احتياجات ولادي. هقولهم مرة كمان: أنا عاوزة ومحتاجة وقررت إن أنا أعيش أمومتي بلطف وخفة. أنا عاوزة ومحتاجة وقررت إن أنا أدي لنفسي وقت لراحتي عشان أقدر أنور لبيتي. أنا عاوزة ومحتاجة وقررت ان انا احترم احتياجاتي كإنسانة زي ما بحترم احتياجات اولادي. ودلوقتي هسألكم سؤال: هل بتحسي ان انتي لما تستمتعي بحاجة لوحدك، تخرجي خروجة لوحدك، تاكلي اكلة او تقعدي قاعدة رايقة كده، لازم تدفعي تمنها قبلها تعب زيادة؟ يعني قبل ما تخرجي يكون البيت كله متروق ومتنضف قبل ما تنزلي من البيت عشان تحسي ان انتي تستحقي ان انتي تخرجي خروجة لوحدك او تاكلي اكلة حلوة. شاركوني كده ايه اللي بيحصل معاكم، وبكرة هنتكلم في ده بتفاصيل اكتر. سلام.